السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رجل يعرض زوجته للبيع على إي باي. عرض رجل بريطاني زوجته للبيع في مزاد علني على موقع إي باي على سبيل المزاح عندما لم تبدي أي مشاعر تجاهه أثناء مرضه. قام سيمون أوكين البالغ من العمر 33 عام بعرض الإعلان بعنوان زوجة مستعملة، وبدأ سيمون بعرض الإيجابيات والسلبيات لزوجته بشكل ساخر. وجاء في الإعلان أن الزوجة جسمها لائق لكنها تسبب ضوضاء ولن تتمكن من إسكاتها إلا بشراء المجوهرات الثمينة. قال سيمون أنه وضع الإعلان مساء يوم الأربعاء بعدما ضاق ذرعا في إثارة تعاطف زوجته، حيث كان يشعر بالتعب والمرض بعد العمل، لكن زوجته أخبرته أنه ناتج عن إجهاد نفسه ولم تتوقف عن النواح، ففكر في عرضها للبيع. اكتشفت الزوجة الإعلان بعد أن لاحظه زميلها في العمل، وقالت إنها استشاطت غضبا وأرادت قتله، حيث تسبب في إحراجها وسط زملائها، وبدأ الجميع يسخر منها.